واحد كان مسكين ساكن في حتة كلها مجاري وشقة صغننة عبارة عن أوضة وصالة مع أبوه وأمه وإخواته، ونكد وعكننة وألم وفقر وكل حاجة. فربنا أكرمه بعقد في السعودية في مكة ب$4000. الكلام ده واقعا. يقول عاش الشهر ده في سعادة بالغة. اما يجي يدخل ناحية البيت ويلاقي المجاري مغرقة الشارع وحاطين طوب بينط عليه، يقول انط على الطوب وانا مبتسم، قول كلها شهر وسافر وتبقى الدنيا كلها نظافة وابقى راكب عربية. يدخل الشقة مولد وهيصة، يقول الاقي نفسي ببتسم ومنشرح جدا، كلها شهر وهاخد شقة. عشت يعني اسعد شهر في حياتي، اللي هو شهر الاحلام ده. هي ده اللي انا بقوله، انك انت لو حسيت فما بالك بقى لو حس انه راح الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العمر كله هو الشهر ده. يعني لما الاقي حد بيضايقني ويعكنني، كلها كم يوم يا رب ارزقني حسن الخاتمة والسامعين والمشاهدين. لو الانسان حس ان هو كلها كم يوم وروح الجنة. اللي جعان هيشبع، واللي تعبان هيرتاح، واللي مريض هيشفى، واللي حد اذاه هياخد حقه. تفيض عليك احساسك ان في اخرة، تجعل الانسان نوع من انواع السلام الداخلي. يبقى الانسان جواه كده رضا مش ملوش حدود، ملوش حدود. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على تعميق اليقين بالاخره، على تعميق اليقين.